هتصدقي ان احسن لحظة في حياة ولادك وهم واقفين جنبك وانتي بتعملي الكيك لحظة خروج الكيك من الفرن ونجاحها، وان هم يدوقوا اول قطعة من الكيك وانتي بتقطعيها كده. بجد بيفرحوا جدا وما خبيش عليكم، انا كمان بفرح معاهم جدا جدا. ما هو مش معقول اكون بعمل كيك وهم مستنيين حاجة جميلة تطلع وفي الاخر تطلع مش كويسة او هابطة او شكلها مش مظبوط. فان شاء الله النهاردة هنعمل الكيك واقولك على اسرار نجاحه، وكمان ازاي تمشي خطوات كلها مظبوطة وتطلعي ألذ وأطعم كيك هتاكليه في حياتك. شايفة الهشاشة والبياض اللي فيها الكيك جميل جدا وممتاز جدا جدا جدا، بجد هتحبيه وطعمه ما اقولكيش عليه. يلا نبدأ الوصفة والمقادير، بس ما تنسيش لو أول مرة تشوفيني السبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دعاء زين، وإن شاء الله النهاردة هنعمل كيك الزبادي اللذيذ المميز بطعامته وخفته، وتقريبا أكتر كيكة بتبقى بيضة كده وانتي بتعمليها، بيضها جميل جدا وهشاشتها وطروتها جميل. في الأول جبت القالب اللي هعمل فيه الكيك، وطبعا كلامي للبنوتات الجديدة اللي لسه بيقولوا يا هادي في المطبخ، وكمان حبايبي اللي بيعرفوا على راسي وعيني طبعا، ولو اي تعليق منكم هيشرفني وينور. جبت الاول القالب دهنته بنص معلقة صغيرة زبدة بالفرشة، اسهل حاجة تدهنيه بالفرشة، ومعلقتين دقيق رشيتهم فيه ولفتهم فيه كويس، والدقيق الزيادة فضيته على ورقة زبدة عشان باخده واستعمله تاني، ما هو نضيف ما فيهوش اي مشكلة خالص. ويلا نسمي الله ونجيب البولة بتاعتنا ونشوف هنعمل الكيك ازاي. اول حاجة طبعا احنا بنطلع كل حاجتنا اللي احنا عايزينها من التلاجة بره التلاجة. جبت 3 بيضات من درجة حرارة الغرفة، وحطيت عليهم كوباية سكر، يعني هتعمل 225 230 جرام كده، سكر عادي من بتاع الشاي السنترفيش. ومعانا طبعا الفانيليا، حطيت هنا معلقتين صغيرين فانيليا عشان معايا 3 بيضات. ونجيب المضرب بتاعنا، مضرب الكهربائي، ونديهم ضربتين حلوين كده لغاية ما يعملوا فوليوم متوسط كده معايا والخليط معايا يفتح، واهم حاجة السكر يدوب. بتضربيهم كويس جدا جدا. ملحوظة بقى كده واحنا بنضرب، الحاجة اللي انت بتعملي فيها كيك ده طبعا اول حاجة في نجاح الكيك، الحاجة نخرجها من التلاجة تاخد حرارة المطبخ، والبولة اللي بنشتغل فيها تكون نظيفة وناشفة جدا، وكمان المضرب يكون ناشف جدا. كده انا متهيألي السكر داب. هروح على طول اجيب المكون التاني. معانا بالظبط 150 مل زيت، يعني 3/4 كوباية زيت، وهنضيف الزيت واحدة واحدة بحيث ان هو يدي سمك للخليط معانا ويديله فوليوم اكتر كده. الخليط هيتقل معاكي سنة كده مع نزول الزيت، كده انت ماشية صح وزي الفل. على طول بقى نجيب المكون الاساسي معانا النهاردة، الزبادي اللي انا عاملاه في البيت وعلى طول بعمله في البيت، وهسيبلك الوصفة بتاعته في اخر الفيديو او هتلاقيها في علامة الاي. دي كوباية زبادي من اللي عندي، اللي هي كوبايتين من السوبر ماركت 220 ملي، يعني لو انت بتعملي في البيت هتوزني 220 ملي، لو بتجيبيه من السوبر ماركت هتاخدي علبتين اللي هما كل واحدة 110. هندي تقليبة بالمضرب وننزل بالمكون بقى اللي هيرفع معانا الكيك ويخلي اللون يحافظ على اللون بتاعه كده ابيض وشاهي وجميل. معلقة كبيرة معيارية خل، ونضرب ضربة كده كده. خلاص تقريبا المكونات السايلة جهزت معانا. نيجي للمكونات الجافة. جبت معايا 2.25 كوباية دقيق متعدد الاستخدامات، يعني 350 جرام بالظبط، وربع كوباية نشا يعني 30 جرام، ومعلقتين معلقة كبيرة بيكنج باودر ورشة الملح. والمكون الجميل معانا اللي هيطعم لنا الكيك ويخليه غني كده وهيدي هشاشة برضو، معلقتين كبار لبن باودر او حليب باودر، هيكونوا مثلا من 12-13 جرام كده، ونقلبهم مع بعض كويس. ونيجي بقى ننزل بيهم على الخليط، هنقسمهم على 3 مرات كده علشان يتضربوا كويس.
هننزل التلت ولفتين بالخلاط مش اكتر، مش هنطول في اللف، وعلى اقل درجة على اقل سرعة، وننزل بالتلت التاني ونفس الموضوع، والتلت التالت ونفس الموضوع. اهم حاجة ما نضربش الخليط كتير بعد ما نحط الدقيق. ودلوقتي كده المفروض تكوني شغلتي الفرن على درجة حرارة 180، الرف اللي في النص. الخطوة بقى المهمة في تسوية الكيك وان هي تطلع معاكي مظبوطة، ما تشغليش الفرن قبل ما تدخلي الكيك فترة طويلة، يا دوبك 7-8 دقايق بالكتير قبل ما تدخلي الكيك، علشان لو دخلتيه والفرن سخن جامد الكيكة هتتسلق بمعنى الكلمة، هتعلى جامد 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 وقلبها ني، وهتاخد لون وكل حاجة. اول ما تطفي عليها الفرن هتهبط جامد كأننا ما عملناش اي حاجة خالص، وكل المكونات اللي احنا عملناها دي راحت في الارض. فاهم حاجة تشغليها كويس، تشغلي الفرن من 7-8 دقايق، ما تكتريش، يعني لو نسيتيه ما تزوديش عن 10 دقايق، ودي اضمن حاجة لنجاح الكيك في الفرن. لميت العجينة لميت البواقي الدقيق بالسباتيولا وخلاص كده، لميتهم وحطيتهم في القالب بتاعي. القالب بتاعي دوت بياخد 3 كوبايات دقيق. انا ما بحبش الكيكه عاليه جامد، وسبحان الله الكيكه بتعلى برضه يعني ما فيش فايده. هتشوفوا دلوقتي الهشاشان والعلو اللي في الكيكه والطراوه اللي فيها. هزيتها شويه كده، واهم حاجه علشان القالب بتاعي غامق لازم احط صينيه فاتحه من تحت، علشان برضو القالب الغامق بيلسع الكيكه بسرعه وبيحتفظ بالحراره جامد، فبتستوي معاكي بسرعة، او ممكن من تحت تبقى لونها غامق. قعدت بالظبط على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص 45 دقيقة بالتمام والكمال، وطلعتها سبتها تبرد تقريبا 10 دقايق. شايفة وشها جميل ازاي؟ التشقق ده علامة من نجاح الكيك كمان، بالذات في الانجليش كيك وفي القالب المفرغ من النص. قلبتها بعد 10 دقايق ترتاح كده، وكانت لسه سخنة بصراحة، بس انا لما بكون بصور ببقى عايزة اخلص، يعني انا بفضل كتير واقفة على رجلي عشان اصور بصراحة، ببقى عايزة اخلص بسرعة. شايفة الطراوة والهشاشة اللي فيها؟ جميلة جميلة جدا وتحفة كده، وريحتها بقى فظيعة فظيعة. والله الكيكة دي تقعد معاكي بره التلاجة 3-4 ايام وزي الفل، ما فيهاش اي حاجة، وبغطيها فوطة بس كمان. شايفة الهشاشة والجمال والبياض بتاعها بجد جميل جدا، بس مش عارفة انا تقريبا الاضاءة مبوظة اللون بتاعها الحقيقي. شايفة من جوه عاملة ازاي؟ للأسف القطعة دي اتخطفت مني وانا واقفة ملحقتش ادوقها، وقطعت قطعة كمان عشان اوريها لكم. فظيعة بجد. ولو استمريتي معايا لاخر الفيديو، ولو انتي من القليلين بجد اللي بيستمروا معايا، ما تنسيش اللايك والكومنت الجميل منك، والشير الفيديو علشان الكل يستفاد. ولو جربتي الوصفة دي ما تنسيش تقولي رأيك في الكومنتات، بجد تحفة هتعجبك جدا. باي باي.